بمشاركة أكثر من 70 رياضيا ورياضية يمثلون 24 دولة عربية وأجنبية، انطلق ماراثون بغداد الثاني في رسالة واضحة على قدرة بغداد في استضافة التجمعات الرياضية بعد غياب طويل. ينطلق الماراثون من ساحة عباس بن فرناس إلى الكرادة إلى أبو نواس، منطقة شهريار. هذه المسافة هي 21 كيلو 97 متر. طبعا ينطلق بها الرياضيين، وأيضا التجهيزات والإعدادات كاملة وجاهزة لإجراء هذا الماراثون. جايين نحمل رسالة السلام والمحبة. العراق بلد السلام والمحبة. نص ماراثون بغداد وتنظيم كثير منيح وحراسة مشددة وكل شيء أمور تنظيمية جيدة، وفي مشاركة عدائين من مختلف الدول تقريبا فوق 20 دولة. ساحة عباس بن فرناس كانت نقطة الانطلاق لهذا الماراثون الذي شمل على 3 مراحل لينتهي عند تمثال شهريار في شارع أبي نواس وسط إجراءات أمنية مشددة. الماراثون هذا جينا باش نشاركوا فيه، وإن شاء الله عندي كرسة باهية، وإن شاء الله يدل هذا على المحبة والسلام كما قالوا. إن شاء الله ديما العراق لاباس، وإن شاء الله ديما لاباس. نشكركم بزاف على الاستضافة هذه، والحمد لله كانت لي الزيارة الأولى اللي وين زرت العراق واستضافونا يتسمى. بارك الله فيكم والله يستركم إن شاء الله على المنافسة هذه. ماراثون المحبة والسلام هو الاسم الذي حملته هذه التظاهرة الرياضية التي تؤكد إمكانية استضافة الأحداث الرياضية في العراق الذي لا زال تحت طائلة عقوبات الفيفا. لكن ضريبة هذا الماراثون كانت قطع أغلب شوارع وتقاطعات بغداد بالكتل الكونكريتية وتقييد حركة المركبات. عمار ماهر، قناة دجلة، بغداد.